بيقول لك ايه بس عشان يعني هكرر الكلمه تاني واستحمليني. لو جيتي في نص الليل وابنك رجع ترجيعتين او ثلاثه لكن الحاله العامه بتاعته كويسه مجرد على قد ترجيع بس، ماشي يا حاجه؟ ماشي يا ابله؟ طيب حقنه الترجيع لا تزيد عن 25 30 جنيه، والكشفيه على ما تنزلي تروحي مكان تاخدي عربيه او تروسيكل او عربيه تجيلك او اوبر رايح او اوبر جاي وتدخلي مستشفى كبيره او صغيره، فانت الليله دي فيها 2000. طيب احتماليه ان ابنك على قد الحقنه لو انت اديتها له في البيت هي ده بنسبه 60%. ايه يا عم انت مش عارف السكينه ايه ولا ايه؟ ايه يا عم ايه يا عم وتمشي بالفطوره كمان؟ ها تمشي بالفطوره ولا مش ساكت؟ ما تبطليش. المهم خلاص ما شاء الله عليه. شفت الكلمه؟ كل حاجه قولي ما شاء الله عليه. فالمهم يا ستي، فتخيلي لو انت الساعه 2 بالليل او وقت الفجريه وابنك محتاج حقنه ترجيع، دنسة اميريس، زفران، اي حاجه من اللي موجودين، ودكتورك معرفك الجرعه وقال لك انزلي اديها له في اقرب صيدليه وتنفع الحاجات دي تتاخد OTC. يعني ايه؟ يعني ينفع اروح للصيدلي واقول له اديها لعيلي مش محتاجه كشفيه في الاول خلاص والحاله بسيطه. طيب نزلت صيدليه ما لقيتش صيدليات فاتحه، واقرب صيدليه مشوار برضه مروح، وزوجك ما هوش موجود في البيت او العربيه ما هياش متاحه دلوقتي، طب تعملي ايه؟ فانا بقيت بقول للامهات تعالى اعلمك تدي الحقنه بايدي، مش بايدي انا بقى اللي هو ايه، انا بدي الحقنه بايدك، ركزتي في المسمى؟ بدي الحاجه بايدك، يعني اعلمك تعملي غسله المناخير انا اللي بعملها بس بايدك. فانا بعلمك اول مره وثاني مره وثالث مره لحد ما تبقي بنفس درجه التمريض او السكرتيره اللي موجوده في مكانه متمرسه بتعرف تشتغل بايديها من غير ما حد يزعل مننا. ما البيوتيشن والكوافيرات بيعرفوا يحقنوا ما اعرفش ايه وايه 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 وكلهم صواريخ، بغض النظر بقى يعني اللي هو ايه، واخدين ترخيص ولا مش واخدين وما حدش واخد حاجه. دكتورهم نفس من الليله دي علشان خاطر اللي هو يقول لك ايه، يقول لك الناس نازله تفتش ومش تفتش، فاللي يفتش يا جماعه فتش على الكل. المهم يعني شيء يسكت عشان ما نتكلمش كتير. فبقول لك ايه، اتعلمي الحاجه علشان خاطر ما تجيش تنزلي في يوم علشان بس تنزلي تطمني على العيل الصغير علشان ياخد الحقنه في مستشفى ما تروحي تدفعي لك اوبر رايح 70 جنيه 100 جنيه وساعات 200 واوبر راجع، ولو انت في حته مثلا زي مصر الجديده ولا حاجه، وبعد كده تروحي مستشفى من المستشفيات اللي موجوده صباح الخير ده 1000 جنيه وانت مروحه تدفعي لك 8 9000 وانت لسه ما كشفتيش ما عملتيش حاجه، شويه تحاليل، وكانت الحقنه اولى بانها تتاخد. انا لكيت كتير انا عارف، بس في الاعاده افاده عشان خاطر في ناس بتقع منهم والعباقره الفيديو ده مش ليهم وانا جاي اسير الجدل وراه. ماشي؟ فخدي بالك انت دلوقتي اتعلمتي حقنه تطعيم المكورات علمتها لك، وتطعيم الانفلونزا ما يعدي ال6 شهور هعلمها لك، والحقنه الجرعه الثانيه كمان هخليك انت اللي تديها قدامي. ايه ده يا دكتور؟ يعني انت بتعلم الام؟ علمها عشان ما تتزنقش لحد. واللي اخطر من كده ان انت ممكن تروح الصحه تيجي تدي التطعيم وعينك ما تشوف النور وانت داخله السلام عليكم وعليكم السلام، تيجي تديها تكتشفي انت بتكتشفي بعدين بقى لما تيجي تحكي لي ان في مره من المرات كان في واحده لسه متعلمه او كانت بتاخدها بايه بغشوميه وراحت مديها العيل، وهو راحت مديها فين؟ العرق وليس العضله، التندون اللي هو الوتر بتاع العضله ذات نفسها بتاعت الكوادريسبس اللي هنا ده ما يتاخدش فيه حقن. الحقنه بتتاخد ازاي؟ بص البنطلون اهو، بقول لحضرتك انا حطيت ايدي في جيبي، فايدي لما اتحطت في جيبي بقت متعادل هنا، ففيش على مكانها قفشنا اهو، مش قدام جانبي، هو في جيب قدام؟ في جيب قدام جانبي اهو، ورحت قافشه، حضرتك رحت قافشه قلت لها الله يكون في عون الوالد، انت ايدك قفشت على الولد، قلت لك خلاص انا كده مطمن. طيب انت شوله ولا يومنا؟ قلت لك امسكي السرنجه زي اللي بيمسكوا السيجاره وتروحي داخله بنفس المنظر ده في النص وحقنها، يبقى انت ضربتي رفعتي عملتيها. واخيرا نقطه الهواء اللي بتبقى موجوده في اخر الحقنه هي دي في تخزين التطعيم ضروري، وفي اعطاء الحقنه ضروري جدا، عشان بيتبقى حاجه كده اللي هو ايه، كم مثلا 2 مايكرون ولا حاجه اللي هو هبابه جوه السن باللي فيها من الماده الفعاله، فلازم نقطه الهواء تدخل اللي هي الفسفوسه الصغيره دي فتكمل فتقفل على التطعيم، وفي نفس الوقت بتعمل حاجه اسمها اير لوك، والاير لوك بيقفل على الطعم نفسه، فبحيث ان هو حتى لو حاجه زي كده ما يطلعش اكتر. فكره بقى اللي هو يحقن حقن الهواء والكلام ده كله، هقول لهم بطلوا الافلام المسلسلات والحاجات العربي بتاعت مين اللي بيحط لك بلاش اقول لكم محمد رمضان بس يلا، اللي هو ايه، احط لك السنسور في حته والبلس في حته والجهاز مقفول ويحط له الفنتليتور على انه جهاز بلس، فيعني ربنا ايه، مش برضه مش بنفس من حد يا جماعه، بس كل واحد يعني ارحمونا شويه، كل واحد يشوف شغلته، يبقى هاتوا الدكتور يظبط لكم الليله، فانا كله كده يعني. يلا شكرا يا مدام.